بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل والإسلام نشترك في القناة بعد إذن حضراتكم ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. طبعا يا جماعة، الفعل اللي عمله عبد الله السعيد هو فعل غير مقبول بالمرة، وأنا كنت متوقع إن هيتم توقيع عقوبة كبيرة جدا على عبد الله السعيد، لأن مش أول مرة ولا تاني مرة. عبد الله السعيد عملها كتير جدا في نادي الزمالك، عملها كتير جدا في نادي الزمالك. والاغرب ان الكابتن معتمد جمال طالع بيبرر الكلام ده، واي لاعب مكانه كبير هيعمل الكلام ده، اي لاعب عنده خبرات هيعمل الكلام ده، اي لاعب كبير طبعا يعني ليه اسم وليه تاريخ هيكون خارج من المباراه دي طبعا هيبقى زعلان. لا، مش ممكن، مش ممكن. انت كده بتبرر له اللي هو عمله، انت كده بتقول له اللي انت عملته ده صح، انت كده بتقول له خد راحتك. وده مش لعبد الله بس، ده لاي لاعب، ده اي لاعب داخل نادي الزمالك هيعمل الفعل ده، هيعمل الفعل ده. واذا تم توقيع عقوبة عليه هيقول مع عبد الله السعيد ما حصلش معاك الكلام ده. فانت بتصدر الموضوع ده لاي لاعب عندك. انا غير يعني انا ضد الموقف ده يا جماعة، وضد الفعل ده، وضد السكوت على هذا الفعل، وضد السكوت على هذا الفعل. وبالمناسبة، والله لو الفعل ده حصل في النادي الاهلي، طبعا احنا عمرنا ما شفنا الكلام ده، واي لاعب بيحصل معاه الكلام ده في الاهلي بيتم توقيع عقوبة عليه مباشرة، وبيتم الاعلان عنها بشكل رسمي. عشان نكون واضحين، عشان محدش يقول بقى انت اهلاوي وبتتكلم بحكم انتمائك. لا والله الكلام ده، الفعل ده لو حصل من لاعب في النادي الاهلي كنت هطلع اقول اكتر من كده بكتير. مفيش لاعب مهما كان اسمه، مهما كان تاريخه، مهما عمل للنادي اللي بيلعب فيه، او مهما كان ليه تاريخ في الكورة، ما ينفعش ابدا يطلع يعترض على تغيير. بالذات لو بيلعب في الاهلي او في الزمالك. انتوا يا جماعة بتلعبوا في اندية كبيرة، انتوا بتلعبوا في اندية كبيرة. مهما كان اسمك انت، النادي ده معلش، النادي ده النادي ده هو اللي هو اللي بياكلك، هو اللي بيديك مرتبك، هو شغلك، هو شغلك. هو مش هو اللي بيرزقك، اللي بيرزق ربنا طبعا سبحانه وتعالى، ولكن هو ده يعني هو ده مصدر رزقك. تمام. فما بلاش بقى نشوف يعني، تخرجوا بقى من فكركم الكلام ده بقى، ان لاعب يتنك ولاعب يتكبر على النادي اللي هو فيه. فكوكم من الكلام ده، فكوكم من الكلام ده. فانا بشوف الفعل ده كان لابد من توقيع عقوبه ماليه على على اللاعب. لو مش هتوقع عقوبات على اللاعب، طبعا في كلام ان تم رفض توقيع عقوبات على اللعيبه يعني بسبب الخساره امام النادي الاهلي. ولكن كان المفروض يتم توقيع عقوبه على عبد الله السعيد.